معلش اللي بيتضرب ده كان عايز يتصور مع الفنان عمرو دياب بس. تضربه ليه يا فنان؟ كان هيتصور معاك. السلام عليكم. اهلا بكم مع شيخ الحارة. اليومين دول حصل او بيحصل دلوقتي في جدل كبير جدا على موقف. انا شايفه ان هو موقف ما كانش ينفع يحصل خالص منك يا فنان. وهنقول مين الفنان دلوقتي، اكيد كله دلوقتي يسمع عن الموضوع ده. مين الفنان ده؟ ينزل لي بصورته كده. الفنان عمرو كلاب، قصدي لا استنى، عمرو دياب. طبعا الفنان كان في حفلة لمخرج او لمنتج، ايا كان اي حفلة ايا كان في الشارع، مش هتفرق المكان، مش هيفرق. ومعجب طبعا من معجبينه او من الناس اللي عايزة تتصور معاه. اي حد بيشوف فنان في الشارع بيبقى عايز يتصور معاه، وانا شايفها مش لطيفة وما كانش لازم منه، ودي غلطة برضه بسيطة منه. بس طبعا غلطة الفنان الهضبة اكبر، ان هو انا عايز اتصور معاك وبمسكك من غير مفيش اي دافع من جوايا لحاجة تانية. انا بمسك بس بمسكك عشان اتصور حقك، بس كنت هتمشي فاتصور معاك. اصل في ناس تانية بتقول ان هو كان عايز يسرقه والكلام ده. احنا لو شفنا ايديه بتمسكه بس كده، مش ان هو يعني المهم. انت دلوقتي يا فنان، انت راجل دلوقتي كبرت وداخل على ال70، ففعلا خلقك بقى ضيق. ما ينفعش دلوقتي تطلع على حفلات ولا تطلع. كان في حد كاتب كده بوست هننزله دلوقتي ونشوف بيقول ايه. تخيل موقف منك يعمل كده، وموقف هو موقف مش صغير، بس يعمل كده يقولك خلاص انت راحت عليك دي صعبة، بس انت للأسف بقى هضبة. طب تعالوا كده نشوف الفيديو، شوف ايه اللي حصل اصلا، الموقف اللي حصل اللي عامل كل ده. بصوا معايا كده، بصوا القلم، واللي وراه ده خده بقى خلاص، وكأنه خد القلم وخلاص وهز راسه كده ونزله. ثانية بس عشان سامع كلام غريب كده جاي من بعيد. عمرو دياب هو اللي عمل محضر للشاب. يا حاج بتقول ايه يا حاج؟ عمل محضر؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى ايه يا حاج في ايه؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ طبعا في اخر الموضوع، خلاصة الموضوع، ان طبعا المعجب اللي هو سعد أسامة، انا شايف ان هو غلطان غلط بسيط جدا بالنسبة لعمرو دياب. لكن عمرو دياب بقى بصراحة غلطة كبيرة جدا في حقه، او في مجاله، ان هو كفنان يضرب واحد من معجبينه بالقلم. طبعا الأهم من ده كله، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني مع شيخ الحق.